بس تقولوا مغربية دغري بتفكروا بالطريقة التقليدية لطبخها، بس اسمعوا مني وغيروا اليوم وانتوا ربحانين. رح نعمل سلطة المغربية، فكرة كتير مهضومة وأوريجينال لكل مناسباتنا، والأحلى من هيك بلا ولا نقطة مايونيز، لأنه لمازة 100% لبنانية ومثل أكلاتنا وأطيب. أنا بحب كتير إني استعملها مع زيت الزيتون وقطعة من الزبدة. من بعد ما ندوبها مننسفها كتير منيح، نرجع منضيف عليها الملح وشوي من المي. ما بتاخد وقت كتير معنا على النار لحتى لا تستوي، وشوفوا كيف ما بتلزق أو بتكبتل على بعض، وهون بتبين نوعية وجودة العجينة العالية. بتجنن الحبة واختها. للخضرة بدنا بندورة كرزية، خيار، فليفلة حلوة على ألوانها، بصل أخضر، نعناع أخضر ورمان، ومنرد عليهم المغربية يلي بردت شوي. للدريسنج ثوم مهروس اللي كتير من عصير الحامض ودبس الرمان كتير طيبين معه، زيت الزيتون، كمون، فلفل أسود وملح. منحركن ومننزلن فوق السلاد، وأكيد منخفق كتير منيح. وهلأ شوفولي هالألوان وهالجمال، بعد في أحلى من هيك؟ حبيت إني أضيف على الوش كمان قطع من جبنة الفتة كتير لبقوا معها. وأكيد بعد كل هالتحضير والتعب شو لازم نعمل؟ لازم ندوق. بتشهي مثل ما هي، جربوها وخبروني.